بونجور ميزامي ومرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص التكوين المهني، وغادي نجاوب على واحد التساؤل اللي كيطرحوه بزاف ديال لي ستاجير. ما عنديش مع الفرنسيه، عندي مشكل في اللغه الفرنسيه وداير شعبه فيها الفرنسيه بحال اسيستون ادمينستراتيف، جيستيون دونتربريز وماناجمنت اوتيليير وماناجمنت توريستيك. واش هنمشي مزيان؟ واش هنلقى صعوبه في الدراسه؟ كاين مجموعه من التخوفات عند الطلبه، وتقدر انت ولا انتي اللي كتشوف هاد لا فيديو تكون واحد منهم. المهم على بركه الله نبداو لا فيديو، وما تنساوش ديروا لايك. ولا كانت اي كيستيون بخصوص التكوين المهني فخليوها في لي كومونت. فبالنسبه للفرنسيه اللي كتقراو في التكوين المهني كتكون فرنسيه تقنيه متعلقه بالتخصص اللي اختاريتي. شنو كتعني الفرنسيه التقنيه؟ على سبيل المثال كنتي داير شعبه اسيستون ادمينستراتيف ولا جيستيون دو انتربريز، فراه غادي تلقى ديمو بحال كونطابيليتي اللي هي المحاسبه، الماركتينغ اللي هو التسويق، الاقتصاد. فهادو هما المصطلحات التقنية كيكونوا متعلقين بالمجال اللي اختاريتي. فهاد المصطلحات التقنية خاص تكون عارفهم على الشعبة ديالك. انت ملي كدير شي شعبة في التكوين المهني كيكون الدومين جديد عليك، ما كتكون عندك حتى شي فكرة عليه. داكشي علاش خاصك تبحث على المصطلحات الأساسية والتقنية ديال الشعبة اللي اختاريتي وتعرفهم، حيت بحال هاد المصطلحات كيبقاو يتعاودوا، فانت خاصك تكون عارفهم وتعرف المعنى ديالهم. فبالنسبة للفرنسية اللي كتكون في التكوين المهني، هي فرنسية عندها علاقة بالدومين اللي اختاريتي. هي كتكون عندها علاقة بالاقتصاد ولا السياحة ولا التسيير. ما كتكونش عندها لا كومونيكاسيون انك تكون عندك الحوار وتهضر، ولكن هادشي ما كيعنيش انك ما تطورش بالفرنسية تاع لا كومونيكاسيون، انك تهضر مزيان بالفرنسية. فخاصك تطور من الفرنسية ديالك حيت غادي تنفعك بزاف وغادي تسهل عليك بزاف ديال الامور. المهم كما قلت لكم ان الفرنسيه ديال اوف بي بي تي تاع التكوين المهني عندها علاقه بالدومين ديالك. الوغ سي بيان، دابا ندوزو لي بروف. فراه لي بروف ما كيهضروش 100% بالفرنسيه، فراه كيدرجوا معاكم وما كيراعيو ان التلاميذ عندهم مشكل ديال الفرنسيه، فهما كيحاولوا انهم يدرجوا معاكم باش كلشي يفهم وكلشي توصلوا المعلومه. دابا غادي ندوزو للنصائح اللي غادي تنفعكم وغادي تفيدكم في التكوين المهني. اول حاجه خاصك تبحث على المصطلحات ديال الشعبه ديالك اللي اختاريتي. مثلا انت داير اسيستون ادمينستراتيف او بيان جيستيون دو انتربريز، فخاصك تكون عارف شنو كتعني انتربريز، فورنيسور، كليون، مارشانديز. فبهاد الطريقه انك تعرف المصطلحات ديال الدومين ديالك، بهاد الطريقه غادي تسهل عليك المأموريه، غادي تسهل عليك القضيه انك تولي عارف المصطلحات ديال الدومين ديالك وعارف المعنى ديالو. اين فوا كتشوف شي كلمه في شي باراغراف ولا في شي نص ولا كتسمع الاستاذ كيهضر فكتعرفوا علاش كيهضر. داكشي علاش ديروا شي دفتر او مذكره كتب فيها المصطلحات ديال الدومين ديالك وحفظهم. ضروري من الحفظ ديالهم حيت غادي تبقى تشوفهم طيله السنه في البروميير اني في الدوزيام اني، داكشي علاش خاصك تضبطهم مزيان. تاني حاجه كما ذكرت لكم ان لي بروف كيدرجوا معاكم، فخاصك تستغل هاد النقطه، واي كلمه شرحها لكم لي بروف بالعربيه فخاصك تكتبها بقلم الرصاص وتبقى عاقل عليها. بهاد الطريقه ملي غادي تجي بريباري غتلقى راسك انك شرحتي بعض الكلمات بالعربيه وغادي تبريباري بسهوله وما غاديش تلقى صعوبه. وبهاد الطريقه بشويه بشويه غتكتسب واحد الباجاج على الدومين ديالك، وغتلقى راسك وليتي كتعرف بزاف ديال الامور على الشعبه ديالك. وايضا في الوسط تاع الدرس ملي يكون الاستاذ كيشرح الا ما فهمتيش شي حاجه فقول ليه ما فهمتش، وعندك تقول يضحكوا عليا صحابي. فهاد العقليه خصكم تحيدوها باش تزيدوا براسكم قدام وتطوروا من راسكم. ما فهمتيش قول ما فهمتش، فهذه حاجه عاديه، انت كاين تما باش انك تغلط وتتعلم وتسول. فلي بروف كاينين تما باش انكم تسولوهم
الوغ كيما ذكرت لكم، فالطريقة الأولى اللي غادي تعتمدوها هي الحفظ. تحفظوا المصطلحات ديال الدومين ديالكم، عبارات، جمل ديال الدومين ديالك خاصك تحفظها. هذه هي الطريقة الأولى. بالنسبة للطريقة الثانية هي أن لي بروف كيطلبوا تقراو نصوص دي زيكزيرسيس، فخاصك ترفع سبعك تقرا نص اكزيرسيس، فخاصك ترفع سبعك تقراه باش تحسن من النطق ديالك بالفرنسية، وما تخليش الخوف يتغلب عليك، يقولك راسك لا ما تقراش راه غادي يضحكوا عليك ولا راك غادي تغلط. فهادشي خاصك تحيدو من بالك وما تخليش الخوف تخليه هو اللي يتحكم فيك. وايضا تقول يضحكوا عليا صحابي، اللي بغى يضحك يضحك. انت الهدف ديالك انك تطور من راسك وتطور من الفرنسية ديالك. انت كاين تما في داك السونتر باش انك تتعلم، باش في الاخر ديال السنة تكون اكتسبتي واحد المهارة، تكون طورتي من المستوى ديالك، باش ملي تخرج من التكوين المهني يكون راسك عامر، وتكون ديك العقدة ديال الفرنسية تكون حيدتيها، تكون تعلمتي بزاف ديال الامور، تعلمتي تهضر بالفرنسية، تعلمتي تفهم البروف كيهضر بالفرنسية كتفهمو شنو كيقول. داكشي علاش ديك العقلية تاع يضحكوا عليا صحابي ولا الخوف ولا التردد، هادشي كامل خصكم تحيدوه وتدفع براسك القدام باش تزيد براسك القدام وتحسن من المهارات ديالك، باش في آخر السنة تلقى راسك أنك اكتسبتي مهارات اللي غادي تنفعك في حياتك الشخصية وفي حياتك المهنية. دابا غادي ندوزو لثالث حاجة واللي هي الإكسبوزي اللي غادي ينفعكم بزاف. غادي ينفعك في أنك تحسن المستوى الفرنسية ديالك وحتى في الشخصية ديالك. كتعلم أنك تهضر قدام البوبليك وكتشوف فيهم وكتحرك وكتشرح ليهم شي سوجي. فالإكسبوزي خاصك تستغلو مزيان. عندك تقول للأصدقاء اللي كيكونوا معاك في المجموعة يعطيوك غير شي باراغراف صغيرة غير باش دوزو صافي، فهاد الشي ما غاديش يكون في مصلحتك. خاصك تاخد باراغراف معقولة باش تكون استفدتي من داك الإكسبوزي. انت الهدف ديالك انك تستافد من اي حاجة كديرها في التكوين المهني، داكشي علاش خد باراغراف معقولة وخدم عليها مزيان باش تستافد مزيان من داك الإكسبوزي. اكيد اول اكسبوزي غادي دير اكيد كيكون ستريس، كتكون خلعه، كيكونوا بزاف ديال الامور، داكشي عادي. هذاك اول اكسبوزي ضروري كيكونوا فيه بعض الاخطاء. مع المده ومع الاستمرار غادي تلقى راسك انك تحسنتي وليتي كتقدم الاكسبوزي احسن من الاول. هذا ما كان بالنسبه للنصائح في انكم تحسنوا من مستوى الفرنسيه ديالكم. وايضا ما تنسوش انكم ملي تكونوا في الدار حاولوا ديما تقلبوا على ديشين، تبحثوا، تشريو كتب في انكم تحسنوا من المستوى في المستوى ديال الفرنسية ديالكم وتطوروا من حيت غادي تحتاجوها بزاف في حياتكم المهنية. وديك العقلية ان مادة اللغة الفرنسية ديال المستعمر ولا ان اللغة الانجليزية احسن من الفرنسية، داكشي كامل خاصك تحيدو من بالك، حيتاش انت كاين في المغرب والفرنسية غادي تحتاجها في خدمتك، في انك تقرا وراقي الوراقي اللي كاين في المغرب بالفرنسية. داكشي علاش هادشي خاصك تحيدو من بالك باش انك تطور من المستوى ديالك في الفرنسية. مي بيان سور انا متفقة معكم ان اللغة الانجليزية هي لغة العالم، ولكن انت كاين في المغرب فراه الفرنسية غادي تحتاجها حيتاش ما عندكش فلوس مستوكين والوراق ديال خارج المغرب محطوطين. ولكن اللي عنده العزيمة والإرادة وعنده هدف كبير فراه غادي يوصل ليه. ولكن انت محطك في المغرب، فتعلم الفرنسية غادي تسهل عليك بزاف ديال الامور، وفي نفس الوقت تعلم حتى اللغة اللي كتعجبك. وبعض لي ستاجير كيقولوا بروف هو اللي كرهني في اللغة الفرنسية، وداك البروف راه قراك وسالك ساعته ومشى عايش حياته، واش انت غادي تبقى واقف في بلاصتك وما تطورش من راسك؟ فهادشي خاصك ما تخليهش عائق بينك وبين راسك. الفرنسية كتعلمها لراسك باش تفيد بها راسك، تخدم بها، تقرا وراقي بالفرنسية، تقرا ادوية، تقرا كونطرات، مجموعة من الامور غادي تنفعك الفرنسية. داكشي علاش ملي تكون سير كتعلم الفرنسية فدير هدف
أنك نتا كتستافد منها، غادي تنفعك أنك تقرا بزاف ديال الأمور في حياتك الشخصية وحتى في حياتك المهنية أو الدراسية. وكاينين بعض لي ستاجير اللي كيكون أنا هي داير التكوين هي مخشي تما، فما تكونوش بحال هكا. فانت داير التكوين مهني خاصك تستغل ديك الفرصة وديما طلبها كبيرة، حيتاش أي واحد كيستحق الأفضل، أي واحد كيستحق شي حاجة كبيرة وأفضل وأنه يوصل لمستويات عالية. داكشي علاش ما تقللوش من راسكم، عطيو قيمة لراسكم وعطيو فرصة لراسكم أنكم تتعلموا. كاين اللي حابس راسو أنه ما يتعلمش، كيعطي بزاف تاع الأعذار باش ما يتعلمش شي حاجة. داكشي علاش عطيو فرصة لراسكم وراكم كتستحقوا الأفضل، ويكون في خباركم أن التكوين المهني، حيتاش البعض كيقول غير التكوين هذاك، فراه التكوين المهني إلا ما كنتي سيدي ومولاي إلا فاليديتي. كاين بزاف كيسقطوا في التكوين المهني، داكشي علاش خاصكم تبريباريو وديروا راسكم في التكوين المهني. ما حدك دفعتي وتسجلتي وعندك واحد مدة ديال عام ولا عامين ولا عامين ونص، فدير راسك في التكوين المهني وما تضيعش وقتك. بريباريو، عمرو راسكم، طوروا راسكم من ناحية اللغات ومن ناحية داك الدومين اللي كتعلم ليه، باش في آخر السنة كتاخد الدبلوم ديالك وكتاخد ديك الورقة، و أو ميم طون كيكون راسك عامر بداك الدومين باش ملي تمشي لسوق الشغل غادي تلقى بلاصتك فيه. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، ولا كانت أي كيستيون خليوها في التعليق، وكنتمنى لكم التوفيق كاملين ولا يسهل عليكم كاملين. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.